طيب. احمد اشرف كابتن نادي النصر. يا احمد. السلام عليكم، ازيك يا كابتن؟ السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازاي الصح؟ انا بسلم طبعا على الكابتن جمال والكابتن علاء والكابتن بسيوني طبعا. حبايبك دول كلهم بقى، دول كلهم حبايبك يا كابتن بسيوني حبيب قلبي يعني. اتفضل يا احمد. ازي حضرتك يا كابتن؟ احنا دلوقتي يا كابتن احنا مالنا بالموضوع اللي حصل ده كله. احنا نعمل ايه بقى يعني؟ الممتاز ده يعمل ايه؟ احنا دلوقتي يا كابتن متصدرين من اول الموسم. واول سنه الحمد لله نمشي فيها كويس وداخلين الحمد لله بخطى ثابته. احنا نعمل ايه يا كابتن دلوقتي؟ احنا دلوقتي ما بنقبضش القبض بتاعنا يعني في نادي النصر لا يصل، يعني حاجه بسيطه جدا. احنا لو قعدنا في البيت يا كابتن هنعمل ايه؟ انت بس لعيب كوره، مش متوظف في حته يا احمد. شغلتك لعيب كوره. لا يا كابتن، شغلتي لعيب كوره طبعا يا كابتن. ده هو دي تاني سنه ليا في نادي النصر. احمد من ابنائنا. وزي ما حضرتك عارفني يا كابتن، حضرتك كنت ماسكني في المنتخب الاولمبي. احمد اشرف. حضرتك مش فاكرني؟ ايوه عارف انا، بس ما اعرفش انت يعني احمد اشرف. طبعا عارفك كويس، عارفك كويس يا حبيبي. كويس. احنا قلنا بقى يا كابتن، احنا يا كابتن هم خدوا القرار بتاع الممتاز ده. احنا يا كابتن عايزين الدوري بتاعنا يتلعب. احنا يعني في اشد حاجه للدوري يتلعب يا كابتن، وما فيش مشاكل بتحصل في الممتاز ده خالص. يعني احنا بنروح نلعب في شبينه يا كابتن وبنلعب في بهتيم. يعني لعبنا في بهتيم برضه لسه يعني قبل المشكله دي ملاعبين بهتيم ولا حصل اي حاجه يا كابتن. ويمكن بهتيم دي كان بيبقى فيها مشاكل. وصلت المعلومه وبعدين نقفل تليفونات، وبعدين اما يجي الفقره بتاع الكابتن يحصل. انما الكابتن ما سيبش الدنيا هيصل. عندك محمد حجاج اهو معانا على التليفون، لاعب نادي النصر، ما نشوف هيقول ايه. يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا محمد؟ اخبار حضرتك؟ انا بمسي على حضرتك وضيوف حضرتك. الله يخليك يا محمد. الله يخليك. ربنا يخليك يا كابتن. معلش بس اسال حضرتك بس 3 دقايق. اتفضل. كابتن، هو حضرتك كل النقط اللي الناس اتكلمت فيها، الكابتن عبد الحميد بسيوني والكابتن جمال عبد الحميد وكل اصدقائي اللي هم كابتن شريف الخشاب والكابتن اتفضل. كل النقط اللي اتكلموا فيها يا كابتن نقط محترمه جدا. بس يا كابتن في بعد يا كابتن هنا الناس مش واخده بالهم منه يا كابتن. ايوه يا حبيبي. حضرتك يا كابتن اللي هو البعد الفني والبدني يا كابتن. اتكلم فيه كابتن شريف. يمكن انت ما خدش. الكابتن شريف قال لك انت بتبطل اللعيب اللي عنده قابل للوزن وزنه هيزيد، وعقبال ما ترجعه تاني دي بتبقى مشكله رهيبه. ده الناحيه الفنيه. وقال لك برضه من الناحيه الفنيه حرب 67 لما وقف ضيعت اجيال. وانا كمان يا كابتن لعيب عندي طموح السنه الجايه، بفكر العب دوري ممتاز. لما اقعد 7 شهور يا كابتن بدون ممارسه النشاط يا كابتن هتعمل لي مشكله. مفيش حد هيفكر فيا يا كابتن. حضرتك عارف ان في لعيبه كتير في الدوري الممتاز ده يا كابتن، طبعا لعيبه كويسه وفرقه نادي النصر صح. وهو كابتن شريف لسه قايل دلوقتي يا حجاج، قال لك كل لعيبه الدوري الممتاز الف جايه من تحت. ده الكلام اللي قاله كابتن شريف في الحقيقه يا حجاج. في اقتراح يا كابتن عايز اقترحه لحضرتك من وجهه نظر المدرع يا كابتن. معلش حضرتك بس. اتفضل. كابتن اتمنى يا كابتن ان الدوري الممتاز ده يرجع يا كابتن ويصعد 3 فرق يا كابتن، والسنه الجايه يعمل في اللائحه الداخليه يخليهم مجموعتين، ودي لائحه داخليه ما حدش ده اللي قلناه. ده الاقتراح ده انا قلته يا كابتن. يا ريت يا كابتن برنامج حضرتك المحترم والمسموع يا كابتن، لان انت ليك صدى صوت كبير قوي في مصر يا كابتن. فنتمنى حضرتك يا كابتن يعني الفكره دي تتبناها ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن محمد ان شاء الله. مجدي جدوع من سكر الحومديه، ناخد راي الصعيد برضو. اتفضل يا مجدي.